إلى آخر الآيات اللي كنت أشرت إليها في يعني أول درس. شو إخواني من النماذج أيضا اللي فيها تسلية، حتى الأوامر والنواهي سبحان الله اللي فيها شفاء لما في الصدور. خلونا بقى نروح للصيام. بعضكم ربما جاش في باله ليش ربي قال يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كملوها لي، كما كتب على الذين من قبلكم. هذه راهي شفاء لما في الصدور. حب يقول ربي يسمع، ماشي غير انتم اللي بدكم صوموا، حتى الأمم السابقة تسلية. إيه بلا هكذا كاين ناس قبلنا، نعم كاين ناس قبلنا في قبلنا رب العالمين أمرهم بمثل ما أمرنا به. ما تمش كيما بعض الأولاد كي تقول له نوض ديالها يقول لك شتينا غير أنايا وخويا الأخر تقول لها يما نوض ما تقول لها أنت شتيني واختي الأخرى بعد واش تقول لها يما، تقول لها البارح راني أمرتها بمثل هذا الأمر. والطفل تقول له البارح راني أمرت خوك بمثل شغل تسليه، تقول له راكم كيف أنا ما نأمرش واحد ونترك اسم الآخر ولا ننهي واحد، راكم كاع كيف عندي ولله المثل الأعلى. قال ربنا عز وجل كما كتب على الذين قبلكم. وشوفوا سبحان الله تسلية واحدة أخرى باش انت الأمر هذايا ما تحملش همه. قال لك أيام معدودات، ما تخافش رمضان ماشي عام. حتى ولو كنتم تحبوا يكون عام ربي ما يحبش، للحكمة تقتضي أن رمضان يكون عبادة مؤقتة لحكمة الله سبحانه. لأن علاش يا إخوان باش تبقى العبادة هذه حلوة، باش تبقى هذه العبادة محبوبة حتى الناس ما يملوهاش. فربي سبحانه عز وجل اجعل شهر رمضان نصوموه خطرة في العام. ولهذا ربي سبحانه باش يهون علينا هم بالك ربما بعض الناس راهم يستطيلون الشهر قال لهم أيام معدودات ما تخافوش، يعني تحسبوها وتخلص. ولهذا أيضا كي ذكر الجهاد واش قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، صح؟ ماذا واش وعسى أن تكرهوا شيء وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما تدخل في الجهاد في سبيل الله وأنت ماكش حامل هم تقول ذوك نموت كذا ونخلي ولادي مورايا وزوجتي، قال لك ربي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. واش من خير في الجهاد يا حصل خيرات يا إخوان، خيرات. كذلك مثلا كي نروحوا البعض الأحداث اللي سجلها ربي في القرآن وفيها سبحان الله شفاء لما في الصدور. غزوة أحد يا أخي حدث فيها هزيمة وانكسر فيها المسلمون. بصح شوفوا واش قال ربي سبحانه عز وجل مع أن هذه الغزوة مات فيها 70 من الصحابة ومنهم شكون سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال هذه هزيمة هذه فيها دروس بعد نحكيهم لكم. صح أنتم الآن لا تهينوا، ما تضعفوش وما تحزنوش، أنتم الأعلى وأنتم المؤمنين، صح بشرط إن كنتم مؤمنين. ماذا قال إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. واش غير أنتم باك اللي ابتليتم في سبيل الله؟ كاين ناس واحد آخرين ثاني ابتلوا. لذا النبي صلى الله عليه وسلم نهار جا ليه خباب ابن الأرت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا؟ قالوا ريح دوك نحكي. لقد كان الرجل ممن كان قبلكم. ولاش كان العهد المكي مازال ما امرش ربي بالجهاد، كل حاجه كانت عندها وقت وكانت عندها حكمه. في هذاك الوقت ما تشريع الجهاد لا يتناسب، هذه حكمه الله. قالوا ولا ذوك نحكي لك. لقد كان الرجل ممن كان قبلكم من توضع له من تحفر له الحفره ثم يوضع فيها ثم يوضع المنشار على مفرق راسه ثم ينشر نصفين ويمشط بأمشاط من حديد ما دون لحمه ودمه ما دون لحمه وعظمه لا يرده ذلك عن دينه. يا سبحان الله. معناتها كي تسمع فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس. ما انتهى الهزيمة هذه مش دائما، هذه كانت مؤقتة وفيها حكم من الله سبحانه وتعالى. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. هذا اختبار ثاني. واش عم بالكم انتم؟ هذا الاختبار امتحان كذا. ويتخذ منكم شهداء، يعني مقاصد كذا. كي تسمع هكذا يهون عليك الخطر، تولي الهزيمة هذه وكأنها انتصار، ويولي هذا الألم وكأنه واش وكأنه يولي سبحان الله يولي لذة. لذا قلت لكم مقبل يا إخواني اللي يقرأ القرآن الكريم شفاء لما في صدره، بحيث أنه يصبر على الآلام وربما يتحول إلى درجة أكبر. الآلام تولي في قلب وجهه تولي لذات سبحان الله، تولي له لذات تولي له حلاوة يستحليها يا سبحان. مع أنها آلام، مع أنها أوجاع، مع أنها أحزان، مع أنها يا إخوان هموم وغموم، بصح ببركة القرآن الشفاء اللي فيه الشفاء لما في الصدور
تحول يا إخواني إلى رياض، وتحول إلى جنات، وتحول إلى راحة عظيم. إذن هذه الغزوة هذه بالذات يا إخوان فيها ما فيها من تسلية المؤمنين، وفيها ما فيها من إذهاب حزنهم وإذهاب غمهم. وكانت العاقبة يا إخواني هو أن الله تبارك وتعالى بين للصحابة مع الأخر قاع جا اللوم سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند الله. خلاص عرفتوا الآن الهزيمة اللي جاتكم. قلتوا علاش كيفاش احنا في غزوة بدر قتلنا 70 وأسرنا 70. أولما أصابتكم مصيبة اللي هي مقتل 70 صحابي في غزوة أحد. قال بصح كيفاش احنا في بدر رانا أصبنا ضعفين، 70 قتلناهم و70 أسرناهم. ربي قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها ضعف. بعد قلتم أن هذا حبيتم تعرفوا اللي جات الهزيمة قل هو من عند أنفسكم. معناتها الهزيمة سببها معصيتكم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه قصة الرماة المعروفة. إذا يا إخواني أنت كي تسمع هكذا وتعرف بلي هذا درس ماشي للصحابة وإنما للأمة، أن الانتصار ماهوش بكثرة العدد وماهوش بقوة العدد، وإنما هو بتقوى الله سبحانه، وإنما هو بالثبات على الإيمان، وإنما هو بطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا يا إخوانا لا أطيل عليكم، القرآن الكريم كله شفاء لما في الصدور لمن يريد أن يذهب الله همه وغمه وحزنه وكربه وضيقه وشدته، حتى كما قلت وإن لم يقرأه بتدبر وإنما يقرأه وهو لا يدري معناه. فبركة قراءة القرآن الكريم شفاء لما في الصدور. وأسأل الله تعالى لي ولكم لجميع المسلمين أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن الكريم لقلوبنا شفاء، ولأمراضنا دواء، ولأجسادنا عافية، واجعله يوم القيامة شافعا لنا يا رب العالمين. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعلنا يا رب العالمين من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رحمن. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا تلاوة طيبة عطرة له آناء الليل وأطراف النهار، آناء الليل وآناء النهار، على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم أكرم ذرياتنا بالقرآن العظيم. اللهم أكرم ذرياتنا بالقرآن العظيم. اللهم أكرم ذرياتنا بالقرآن العظيم. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا. صحابة. آمين.